اهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم اللي هي البوبوش او الحلزون اللي هي وصفة مغربية 100%، فاللي كيتباعوا لنا في الكرارس برا. فاليوم غادي نحضروه في المنزل اللي غادي نكونوا منقيينه على يدينا حبه بحبه. فهو هذا اللي كيعجبها وحتى اللي ما كيعجبهاش تبع معنا المقادير وطريقه التحضير. فكيجي البلول ديالو يعني اللي كيبغي يشربوه بالعشوب، فبزاف اللي يعجبهم انا وشرو كيجي البلول ديالو زوين، فهو صحي وبالعشوب وكذا. فتابعوا معنا المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم واهلا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيفاش نطيبوا البوبوش او الحلزون اللي هو هذا. قربت لكم الصوره كيفاش الطريقه، او كاين طرق كثيره. الطريقه اللي غادي نستعملوها اليوم فهو كيجي زوين عاد احسن من اللي كيتباع. علاش؟ لاننا لقيناه في الدار حبه بحبه، بحيث انا كيتغسليه مزيان ونخليوه حتى يخرج هكا مليح. نغسلوه فايت 7 مرات اولا نغسلوه مزيان نحكوه بين يدينا قبل ما نكونوا جبناه. نكونوا ندريو عليه شويه النخاله ونخليوه واحد اليومين ولا باش يخرج كاع داك الوسخ كامل. والغسله التاليه نغسلوه بشويه الملح ونغسلوه مزيان نخليوه حتى يخرج هكا يكون عندنا واجد هكا ونقي ونصفيوه. هنايا غادي باش نستعملوه غادي نطيبوه من هاد العشوب هادو، غير هاد العشوب والملحه. فهادو غير تمشيو عند العشاب او العطار يعطيو لكم، قول لهم العشوبه تاع البوبوش. فهنايا كاين عشوبه كتار اللي منهم الزعتر، النونخه وهذا الحار هذا اللي غادي نوضعوهم في واحد الثوب اللي يكون بيض وجديد ونقي، يكون ضروري جديد نقي ونظيف ويكون مصبر. فعلاش غادي نديروهم في الثوب؟ لان هادو اللي يكونوا مقطعين صغار يعني بحال الزعتر ولا فغادي يجي لنا هكا ماشي مزيان يكون لينا في البلول. فهنايا غادي نقبضوا واحد الغرفيه ولا حويجه اللي غادي نوضعوا فيها الثوب ديالنا، وهنا غادي نوضعوا الصوالح اللي صغار. بحال هادو اللي يكونوا كبار معليش نوضعوا واحد جوج ولا معليش، ولكن هاد الاخرين غادي نوضعوا هكا في الثوب المقدار اللي يكفينا. فهنا عملتهم وغادي نعقدها، وهادو غادي نعملهم غير هكاك. هاد الوريقات هادو وهادو غادي نعملهم غير هكاك في الطنجره. هنا راني عامله الطنجره فيها الماء نص، يعني راني عاملاها تغلى. هنا من بعد ما غلا الماء غلات الطنجره غادي نعملوا فيها داكشي اللي عملنا. غادي نعملوه هنا ونردوها تاني تزيد تغلى، نديروا ديك الكميميسه اللي عملنا كذلك ونديروها تغلى. هنا بعد ما عملنا داكشي يغلى غادي نضيفوا ليه شويه ديال الملح. نضيفوا واحد شويه ديال الملح مقدار اللي يكفينا. من بعد غادي نعملوا هذا البوبوش، غادي نرموه فوق هاد العشوب هذا ونرموه دفعه واحده. غادي نقولوا نرموه هنا دفعه واحده صافي. وغادي نخليوه هكا على النار يطيب. غادي ياخذ واحد، يعني انا درته في طنجره عاديه غادي ياخذ واحد الساعه ونص قريب 2 سوايع. بالنسبه لي بغات ديرو في طنجره الضغط يعني الكوكوط تعملوا، ولكن تدير له في الاولى تجهد له النار وتخليه حتى يكمل داك الكشكوشه ويطبخ مزيان، وتكون ما عمرش الكوكوط يعني غير في النص صافي، يعني حتى يطبخ مزيان عاد وتبلي عليه الكوكوط. فما تبلاش عليه من الاول وما تعمرش الكوكوط. ففي الاول ما نغطيوش عليه حتى يطيب شويه عاد نغطيو عليه. فصافي كان هذا هو اللي يعني الطريقه، وهذه هي المقادير حتى نوريكم الشكل النهائي. بالنسبه لهنايا من بعد ما داز الوقت وطبعا عندنا يعني كيجمر يبقى كيجبدوا لتحت، كتكون فيه واحد الرائحه رائعه ديال العشوب. فكيبان ملي كيطيب يعني مجرد اننا كنجبدو كيتجبد عندنا في الساعه. كنشدو واحد العود ديال السنان وكان يعني ملي كنشوفوه تجبد عندنا بسهوله، يعني ما يتجبد كامل يعني كيتجبد عندنا كامل ويتجبد بسهوله نعرفوه بلي صافي يعني راه طايب.
بالنسبه لطريقه التقديم تبقى اختياريه. مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.